هو للأسف ما زال النظام السابق يقبع موجود في داخل أروقة ديوان عام محافظة سوهاج، بحيث ان هو استبعد الاسلاميين او استبعد الصحفيين ومنهم بالاخص الاسلاميين من حضور جوله السيد رئيس الجمهوريه وتغطيتها، لما علم منهم ان في بعض الناس موجوده في المحافظه استبعدت الاسماء وخلت ان الاسماء اللي هي موجوده اللي هي الخاصه بهم او معارفهم، ومنهم ناس محسوبين على الفلول وناس محسوبين على جهات اخرى. ولكن للاسف احنا موجودين هنا ما بنطعنش في مصداقيه رئيس الجمهوريه، ولكن بنطعن في مصداقيه ديوان عام محافظه سوهاج ومحافظ سوهاج والعلاقات العامه التي تتعامل بمحسوبيه وتتعامل بالازدواجيه في التعامل مع الصحفيين اللي شايلين محافظه سوهاج، اللي هم بينزلوا بيتحركوا في الشارع، الصحفيين اللي هم شايلين المحافظه في الرايحه وفي الجايه مع كل حاجه خاصه بالمحافظه، هم شغالين فيها وهم بيغطوها اول باول. يجي الصحفيين الان هم اللي يتمنعوا من تغطيه زياره رئيس الجمهوريه.